سهلا صف اول، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. انت منين؟ مصر صف اول؟ ده اكيد معزوم، ده اكيد معزوم. السلام عليكم. شفتوا الفيديو بتاع احمد حلمي؟ بكل اسف يعني بيسخر من الشعب المصري كله. نقدر نقولها بالاسلوب العام الشعبي البلدي بتاعنا. مصر بتمر بأزمة اقتصادية وأحوالها مش أحسن حال اليومين دول، فنقول بيعاير الشعب، بيعاير البلد بظروفهم الاقتصادية قدام الناس، بيسخر من مواطن مصري. المصريين اللي مش عاجبينك ان هم في الصف الاول دول يا احمد يا حلمي، دول حق تذكرتهم اللي كانوا بيدفعوه ما كانش بقى فيه احمد حلمي. لولا فضل الجمهور ده عليك ما كانش بقى فيه احمد حلمي. كل ان انت اترميت في حضن ناس ليهم اجندات موجهه للتقليل من الشعب المصري وشأن مصر بمقابل ويتقال لك تقول ايه وما تقولش ايه، دي مشكلتك انت، بايع نفسك، دي مشكلتك. المصريين طول عمرهم في الصف الاول، طول عمر العرب كانوا بيجوا مصر عشان يشوفوا المسرح، عادل امام، سمير غانم، كان الفن كان في مصر. طول عمر مصر صف اول، طول عمر مصر صف اول. اللي انت قلته ده انا بعتبره خسه ورخص ان انت تسخر من اهل بلدك بالشكل ده، وابن بلدك ومعاه زوجته وفي وسط الناس وتستظرف كده. ده مش هزار، دي سخافه، نقص، رخص، سمي زي ما انت عايز تسمي. لكن انا عايز اقول لك الشعب المصري ده بيبقى في جيبه جنيه بيصرفوا على متعته وعلى اللي هو عايزه. الشعب المصري يعزم ما يتعزمش. اذا كنت انت مديت ايدك دي مشكلتك، المصريين ما بيمدوش ايدهم لحد. الشعب المصري طول عمره صف اول، طول عمره صف اول. وان شاء الله في الحلقه الجايه يا جماعه هجيب لكم فيديوهات ردود فعل العرب كانت ايه، وفي موقف مشابه الفنان الراحل وحيد سيف قال ايه. لكن باكد تاني المصريين طول عمرهم صف اول، طول عمرهم هم اللي بيدعموا القضايا وهم اللي بيدعموا الدول. اذا كان في اجنده انت موجهت تقولها بعيد عننا، اذا كنت انت بايع نفسك برضو بعيد عننا. اشوفكم على خير يا جماعه، السلام عليكم.